فيلمنا بيبدأ مع راهبة اسمها آن وقاعدة مع دكتورة نفسية وبتحكي لها لما كانت بنت صغيرة ودايما تقعد في أوضتها وتصلي وتدعي لأمها علشان تخف من المس الشيطاني اللي كان عندها، والأطباء شخصوا أمها إن عندها فصام. وبنعرف إن أم آن بتحبها جدا وإن كل يوم كانت بتروح أوضتها تغني لها أغنية معينة وهي بتسرح لها شعرها، لكن المس الشيطاني اللي عندها ساعات بيخليها واحدة تانية مؤذية، حتى إنها ممكن تأذي بنتها بدون إحساس منها. وفي مرة الأم هجمت على بنتها وحاولت إن هي تقتلها، لكنها منعت نفسها بقوة وقتلت نفسها علشان تحمي بنتها. وبعدها اتنقلت البنت لدار رعاية الطفل تحت سن 15 سنة، ولما كبرت شوية لقوها أغمى عليها وهي سكرانة، وكمان اكتشفوا إن هي حامل. وطبعا دار الرعاية طردوها ولقت نفسها في الشارع بدون أسرة ولا بيت. وبعدها طردتها عائلتها المؤقتة اللي اتبنتها، وراهبات الكنيسة هم اللي أنقذوها ونقلوها للمستشفى، ولأنها ما قدرتش تتحمل مسؤولية بنتها قررت إن هي تتخلى عنها وتديها لعيلة تانية علشان يتبنوها. ومن بعدها ما بقتش عارفة تتواصل مع بنتها تاني وندمت إن هي سابتها، وبعدها قررت إن هي توهب نفسها للكنيسة وتشتغل راهبة في الفاتيكان. وبعد مرور 10 سنين اتنقلت آن لمدرسة دينية لطرد الأرواح، ودي مؤسسة بتعلم الكهنة الشباب ازاي يحاربوا جيوش الجحيم. وبيكون جوه المدرسة غرف رعاية تحت إشراف الفاتيكان وبيعالجوا فيها الأشخاص المشتبه إنهم ممسوسين، وبيتم حبس كل مريض في غرفة بأبواب مصفحة ومحدش يقدر يفتح الباب غير بكارت. والغرفة بتكون تحت المراقبة المستمرة من الأطباء والأخصائيين كمان الممرضين. بعدها بيجي دور الكهنة للتدخل بعد موافقة الكنيسة على طرد الأرواح الشريرة من أجسام المرضى، وبتكون وظيفة آن هي مساعدة الراهبات في رعاية المرضى، وده بيكون دورها بس لأنها غير مؤهلة لطرد الأرواح لأنه عمل صعب ومحتاج خبرة ودراسة كتير. بالرغم من كده بتدخل آن الفصول الدراسية علشان تتعلم طرد الأرواح، وده بيكون من ورا الناس اللي في الكنيسة، وبتعرف معلومات أكتر عن الطقوس المقدسة، وبتكون معتقدة إن العمل في طرد الأرواح هيزيدها تدين، ودايما عندها شعور بالتمرد على تقاليد الكنيسة وحاسة إن عندها القدرة أكتر من غيرها على محاربة الشر. وفي يوم وآن بتراعي المرضى لقت فيه مريضة جديدة وصلت المؤسسة، وبتكون طفلة صغيرة اسمها ناتالي وعندها 10 سنين، ودي بتكون حاجة غريبة ما حصلتش قبل كده. تقعد آن جنب ناتالي وبتعاملها بلطف، وبتكون بترسم رسم تجريدي لقطر بديل يشبه الكلب. وناتالي بتحب آن وبيكونوا أصحاب، وآن بتديها حلويات وناتالي بتسألها عن نوع الحلويات، لكن آن قالت لها إن هي ما تعرفش. وبتفرح ناتالي بوجود آن وقالت لها إن هي الشخص الوحيد المفضل بالنسبة لها. وبالليل آن بتكون في السكن ومهتمة تعرف أكتر عن علم طرد الأرواح، وبتجيلها هلاوس وبتفتكر ذكرياتها لما كانت مع أمها الممسوسة. وفجأة الشباك بيتفتح وبتقوم تقفله، وبتشوف انعكاس صورة ناتالي وبتبص وراها ومش بتلاقي حد. وتاني يوم في المؤسسة آن بتكون ماشية في الطرقة وبتنسى حاجة، ولما بتبص وراها بتلاقي ناتالي وراها على طول. فبتستغرب آن إن هي قدرت تخرج من أوضتها، ولما سألتها قالت لها كل اللي هي عملته إنها فكرت بس تقابلها علشان تقول لها إن هي عرفت نوع الحلويات وإنها من عيلة النوجة، وقالت لها حتى الحلويات له عيلة. وبعدها بتوديها آن لأوضتها وبتمشي. لكن قصة ناتالي خلت عندها شغف أكتر لمعرفة معلومات ودروس عن طرد الأرواح، وبتروح تحضر محاضرة للأب كوين، وبتقعد جنب الأب دانتي والأب ريمون، وبيشرح كوين عن حالة صعبة استخدموا معاها كل الوسائل وملهاش علاج، والحالة دلوقتي بدأت في مرحلة إن هي تأذي نفسها وممكن تموت نفسها كمان في أي وقت. وقال لهم إن طرد الأرواح معركة مش سهلة أبدا، لأن الشياطين جنود لوسيفر ما يعرفوش أي تعب أو خوف، وسلاح طرد الأرواح الوحيد هو قوة الإيمان. بعدها آن دخلت المكتبة علشان تبحث في الحالات الصعبة، لكنها مش بتلاقي حاجة. ولما سألت مسؤولة المكتبة عن أرشيف الحالات الصعبة قالت لها إن دي معلومات سرية ومش مسموح لحد يشوفها. ولسوء حظها بتسمعها الراهبة أوفاميا، وبتستدعي كوين وبتقوله إن هي تخطط القواعد، وبتحذر آن إنها ممكن تنقلها من المدرسة لو فضلت تتعلم طرد الأرواح، وده لأن مهمتها هي رعاية المرضى وبس. بعدها آن دخلت غرفة راجل عجوز اسمه كلار علشان ترعاه، وبتحاول تكلمه وتكون لطيفة معاه لكنه مش بيرد عليها. وفجأة بدأ يغني نفس الأغنية اللي أمها كانت بتغنيها لها قبل ما تموت، ولما سألته انت عرفت الأغنية دي منين رد عليها وقال لها كلنا كنا في انتظارك. وبتلاقي ان جسمه بيطلع دخان وبتخاف وبتحاول تخرج، لكن الباب بيكون اتقفل، وآن بتسمع صوت أمها وهي بتغني لها في السماعات. وفجأة كلارك بيهجم عليها وبيحاول ان هو يخنقها، ووشه بيتحول لشيطان وبيقعد يرقص معاها وهو شايلها، لكنها بتزقه وبتوقعه على الأرض، وبيرجع الراجل لوعيه وهو مستغرب. بعدها كوين وفاميا راحوا لمدير المؤسسة ووروله تسجيل الفيديو، وقال لهم ان الكيان الشرير بيحاول يوصل لآن ووجودها بيستفزه، وواضح ان في ارتباط معين بينها وبينه.
وفاميا طلبت ان هم ينقلوها للدير وده لحمايتها، لكن كوين قرر ان هو يعلمها طرد الارواح في المحاضرات وده هيكون بشكل رسمي، والمدير بيوافق وفعلا بدأت آن ان هي تحضر المحاضرات بشكل رسمي، وبيكون زمايلها مستغربين وجودها. وكوين بعد ما رحب بيها قرر ياخدهم لغرفة سرية في البدروم اسمها غرف الجحيم علشان يطردوا الارواح بشكل علمي، وبيفكرهم بالطقوس اللي مفروض يعملوها علشان محدش يتأذى. وبتتفاجئ ان الحالة الصعبة دي هي ناتالي، وفورا اتطوعت للدخول ليها، لكن كوين بيرفض وبيقرر ان اللي هيدخل لها هو تاندي وريمون. وكوين بيديهم الادوات اللي هيستخدموها وفكرهم ان الحرب مش سهلة. واول ما بيدخلوا عند ناتالي بيتفاجئوا بملامحها المتغيرة، ولما بيقروا الطقوس بتقفل ودنها وبتقلب عينيها وحاولت تهرب منهم وتجري على السقف، وبيكون الكيان الشرير مسيطر عليها تماما. وبعدها بتنزل وبتروح ناحية آن وبتبصلها من ورا الازاز وبتحط ايديها على عينيها وبتظهر بالمنظر ده، وهددتهم ان دي نهايتهم. وهنا بيدخل كوين بنفسه علشان يقرر يواجه الشيطان، لكن ناتالي بتجري تستخبى تحت السرير، وبعدين بتخرج تهجم على كوين وبتوقعه على الارض وبيتصاب. وبتدخل تكلم ناتالي وبتهديها، لكن ناتالي بتقع على الارض وبيبدأ شعرها يدخل في بقها وعلى وشك ان هو يموتها. وتاندي وريموند لما بيروحوا علشان يساعدوها بتخرج ايد من بقها وبتدخل تاني، وبعدها ناتالي بترجع لوعيها وبيكون الشيطان خرج من جسمها. ودانتي بيلاحظ ان ناتالي رسمت صورة لواحدة حامل، وبياخد الصورة وبيقول لآن انه حاسس ان الصورة دي علشانه هو، لان اخته ايميليا اتعرضت للاعتداء وبقت حامل، ولكنها فقدت الطفل ومن وقتها وسكن جسمها كيان شرير. وطلب من آن انها تروح تعالجها في البيت بشكل سري زي ما قدرت ان هي تعالج ناتالي. ووافقت آن، لكن طلبت منه يساعدها ان هم يسرقوا ملفات الحالات الصعبة علشان تدرسها الاول. وفعلا بيروحوا المكتبة ودانتي بيشغل المديرة، وبتقدر آن ان هي تدخل تسرق كل الملفات. ولما بتروح السكن بتدرس كل الملفات وكلهم انتهوا بالموت، وده بيكون بعد ما بيأذوا نفسهم بأساليب بشعة، لكنها بتلاقي ملف الحالة تم علاجها وخرجت فعلا من المؤسسة. وبيكون للحالة دي شريط فيديو موجود معاها في الملف وبتحكي فيه ان الاحتلال في كولومبيا هاجموا على بيتها وقتلوا اختها، لكنها هربت وسابت اختها، والشيطان فضل يسمع صوت الرصاص علشان يسيطر عليها لحد ما أذت نفسها وفقدت جزء كبير من وشها، وركبت وجه صناعي. وفهمت آن ان الشيطان بيسيطر على الضحية من خلال ضعفه لو حس بالذنب الشديد واليأس. وفعلا بتروح آن مع دانتي لبيته وبيعملوا الطقوس، وبتدخل أوضة إيميليا، وأول ما بتلمسها إيميليا بتتنفض والمروحة بتشتغل بسرعة كبيرة جدا، وبطن إيميليا بتبدأ إن هي تتحرك كأن في حاجة عايزة تخرج منها، وبتفضل إيميليا تتعذب وبطنها بتنتفخ، لكن آن بتكلمها زي ما عملت مع الطفلة ناتالي. وبتهدى أخيرا وبيفرح دانتي إنها قدرت تعالجها وتخرج الكيان الشرير من جسمها. ولما بترجع آن للسكن بتقف تسرح شعرها، وبتفتكر أمها لما كانت بتسرح لها شعرها، وفجأة عينيها بتوجعها وبتلاقي في شعراية من شعر ناتالي في عينيها، وبتشدها وتخرجها. وفجأة الباب بيخبط، وبتكون الراهبة وفاميا وبتستدعيها لتحقيق عاجل لأن إيميليا أخت دانتي انتحرت، وواضح إن أم دانتي بلغت عنها لأنها استخدمت العلاج مع إيميليا بشكل غير قانوني من غير ما تكون مؤهلة. وبيبلغوها إن الطفلة ناتالي كمان حالتها بقت أسوأ، وهيحبسوها في غرفة الجحيم في الكنيسة لأنها أصبحت حالة صعبة، وده لأن الشيطان خدع آن. وقررت آن تعاقب نفسها وترجع تشتغل في الدير وتبعد عن المدرسة. وبعد كام يوم زارها الأب دانتي وقال لها إن ناتالي حالتها بقت أسوأ وجالها انتكاسة وقتلت 3 أشخاص، وإدت لدانتي سلسلة مميزة علشان توصلها لآن. وأول ما آن بتشوفها بتعرف إن ناتالي بنتها اللي اتخلت عنها وهي صغيرة، لأنها لفت السلسلة دي على إيديها لما كانت صغيرة قبل ما تسيبها. وقررت آن ترجع للمدرسة تاني، لكن المرة دي وهي مصرة إن هي تعالج بنتها وكمان تحارب الشيطان. والأب دانتي ساعدها إن هي تدخل المدرسة وتروح لبنتها، وبتكون ناتالي محبوسة في غرفة الجحيم تحت الأرض، وده بيكون بسبب حالتها الخطيرة، وموجودة في زنزانة قديمة غير آدمية. وبيكون في هناك مكان ماء مقدس بيستخدموه إنهم يغرقوا المرضى فيه علشان يعالجوهم. وبيدخلوا تحت الأرض لزنزانة ناتالي وبيلاقوا مجموعة من الكهنة هناك وبيحاولوا يعالجوها، وبيكون معاهم الأب ريموند. وأول ما ناتالي شافت آن بتطفي الأنوار وبتقتل الكهنة كلهم ما عدا دانتي، وبتقرب آن من ناتالي اللي بتقول لها انت ليه سبتيني وتخليتي عني. وبيكون وشها مشوه وبتجري في حضن امها، وآن بتكون مستعدة تعمل اي حاجة علشان بس تحمي بنتها، وقدمت نفسها للشيطان ودخل جسم آن وساب جسم ناتالي. لكن الانتصار مستمرش كتير. بعد ما الكيان الشرير سيطر على آن بدأت تتحول لشكل بشع وبتطير في الهواء، وجريت ورا ناتالي ودانتي علشان كانت عاوزة تقتلهم. فعلا بتقدر ان هي تضرب دانتي، وبتروح تمسك
بتمسك ناتالي وسحبتها عند المية المقدسة علشان تغرقها فيها، لكنها بتفتكر تضحية أمها علشانها لما قاومت وضحت بنفسها علشان آن تعيش في أمان، وافتكرت لما كافحت علشان تسيطر على جسمها فقررت إن هي تنتحر. والذكرى دي بتنور بصيرة آن وقررت تحارب الشيطان جواها لحد ما قدرت ترمي نفسها في المية، والمية بتدخل الرئة وبتبدأ إن هي تغرق، وبتفتكر كل ذكرياتها وكلام كوين إن القوة في الروح المؤمنة مش بس في الجحيم. والمية بتبدأ إن هي تغلي وبتدمر الكيان الشرير أخيرا، وبيخرج من جسمها ولحسن الحظ بيوصل دانتي وبينقذ آن وبيخرجها من المية قبل ما تغرق وتموت، وناتالي كمان أنقذها بعد ما أمها ضحت علشانها. بعدها بتظهر آن في المستشفى بعد الحادثة، وناتالي بتزورها، وعلى الرغم من إن آن أنقذت بنتها من قوى الشر إلا إنها قررت ما تعرفش ناتالي الحقيقة، ورفضت تقول لها إنها أمها، وفهمتها إنها مجرد راهبة بتحبها وبترعاها وبس، وطلبت منها ترجع لعيلتها بالتبني لأنهم هيفرحوا بعلاجها. وناتالي بتحضن آن وبتديها رسمة القطر اللي كان على شكل كلب، وبتمشي مع أمها بالتبني. وبتكون آن حزينة لفراق بنتها للمرة التانية، لكنها اطمنت عليها، وبعدها بتتكرم آن على مجهودها في طرد الأرواح، وبتحصل على منحة دراسية في الكنيسة لدراسة علم الشياطين. وبعدها كوين بيودعها كأول راهبة طاردة للأرواح الشريرة من 7 قرون، وده بيكون بعد الراهبة كاترين. وبعدها نصحها وقال لها احذري من الشيطان لأنه بيقدر يعرفك قبل ما تعرفيه. وبتخرج آن من المدرسة وبتركب تاكسي، ولما بتكون في شوارع المدينة وفي طريقها للمطار فجأة المرور بيقف والشارع بيكون زحمة، وبتحس آن إن في حاجة غلط لأن في ست بتبصلها بصات غريبة، واتضح إن هي بتتعرض للهجوم من قوى الشر اللي سيطر على الست دي في الشارع، وكمان سواق التاكسي، والاتنين بدأوا يهاجموا آن في وقت واحد. وبتمسك الصليب وبتستعد للمعركة لأن الجحيم مش بيغفر ولا بينسى.